دلوقتي لما انا عملت بري كومبوز للسوليد ده بقى خلاص بقى بقى موجود كومبوزيشن، هو بيتتبع الكومبوزيشن دلوقتي مش السوليد نفسه. اي حاجه جوه الكومبوزيشن ده بيتتبعه، كاني عملت حطيت شنطه وحطيت فيها اي حاجه. هو كده كده اصلا الكاميرا بتتتبع الشنطه، حط بقى في الشنطه زي ما انت عايز، او كده خلاص كده كده الكاميرا بتتتبع اي حاجه جوه الشنطه. فهو ده الكومبوزيشن. تعالوا نشوف المشهد بتاعنا. شايفين اللوجو كبر جدا. ليه؟ عشان انا كبرت المساحه بتاعت الكومبوزيشن. اصغر شويه الكومبوزيشن، اخليها عند المبنى، اصغرها شويه. تمام. يبقى انت كده فهمت احنا عملنا ايه. انا عايزكم تفهموا الخطوات، ما تحفظوش الخطوات. انا بقول للكاميرا اعملي تراك للسوليد ده او الشكل ده، يقول لي خلاص. بعد ما عملت له التراك وحلل وكل ده، بخلي السوليد ده كومبوزيشن شنطه. فكده بدخل جوه الشنطه اشيل السوليد اللي انت كده خلاص دورك انتهى. انا كان مجرد دور مؤقت لانك انت بس احل محلك حاجه تانية. فلما ادخل الكومبوزيشن ده واشيل السوليد واحط لوجو، ممكن احط فيديو اي حاجه، احط اسم كتابه ايا كان، بقى موجود جوه الكومبوزيشن. طبعا الكاميرا بتتبع الكومبوزيشن من غير، يعني هو ما يفرقش معايا انا غيرته بايه، هو كده كده بيتتبع الكومبوزيشن ده. تعالى نعمل كده بلاي. شايفين اللوجو ايه؟ كأنه جوه المشهد. شايفين؟